هنا عاشت بونبوناية السينما المصرية ومحبوبة الجماهير الفنانة شادية. عاشت في العمارة دي في الدور الثامن في شارع شارل دي جول في الجيزة. العمارة ما شاء الله كبيرة جدا وفي موقع مميز جدا على الشارع على طول، وقدامها حديقة الحيوان. يعني هي تبص من البلكونة كده تشوف كل الحيوانات اللي موجودة في الحديقة. الفنانة شادية كانت عايشة هنا مع والدتها لحد ما والدتها توفت، وفضلت عايشة في الشقة لحد ما توفت هي سنة 2017. حياة شادية كانت مليانة أسرار وحكايات، لكن أنا هكلمكم النهاردة عن قصة اعتزالها وارتدائها الحجاب، وإيه نصيحة الشيخ الشعراوي ليها علشان يساعدها على الاعتزال، وإزاي مسرحية ريا وسكينة غيرت حياتها واعتزلت بعدها رغم إن هي كانت في عز مجدها الفني سواء تمثيل أو غنى. الفنانة شادية اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، من أم تركية وأب مصري. مثلت في حياتها 116 فيلم ومسرحية واحدة، وكانت مسرحية ريا وسكينة. ومن هنا نبتدي الحكاية. قبل مسرحية ريا وسكينة شادية كانت بتفكر في الاعتزال مش الحجاب، وفي الوقت ده شادية كانت في عز مجدها الفني وبيتعرض عليها عروض كتير جدا فنية، وكان كل ما يتعرض عليها عمل فني كانت بترفض، لحد ما في يوم كلمها المخرج حسين كمال وقال لها انها تشتغل مسرح. ضحكت شادية وقالت له: مسرح ايه، انا عايزة اعتزل. قال لها: دي رواية ريا وسكينة. وهي كانت نفسها تمثل جدا شخصية ريا، نسيت الاعتزال وقالت له: طب ابعت لي بقى الرواية علشان اقراها. عجبتها الرواية جدا واتفقت معاه ان هي هتشتغلها 4 شهور بس. وفعلا من اول عرض للمسرحية لقت نجاح كبير جدا وكانت مكسرة الدنيا، وما زالت لحد دلوقتي بنشوف المسرحية وكأنها بتتعرض لأول مرة. المسرحية دي كانت سبب إن شادية تواظب على الصلاة، وخصوصا صلاة الفجر، لأن عرض المسرحية كان بيخلص الفجر، وبعد ما بتخلص بتروح على البيت تصحي والدتها علشان يصلوا الفجر سوا. وبعد الصلاة كانت بتقعد تقرأ قرآن وتدعي وتقول: يا رب عايزة حج. وبعد ما خلص موسم المسرحية قررت شادية الاعتزال، وفي سنة 1985 اكتشفت إن هي عندها سرطان في الثدي، وسافرت أمريكا علشان تتعالج، وهناك تم استئصال الثدي. وبعدها يكتشفوا إن التشخيص كان خاطئ وإن هي ما عندهاش سرطان ولا حاجة. طبعا شادية كانت في صدمة، بس رجعت من أمريكا وطلعت عملت عمرة. وبعد ما ترجع من العمرة تلاقي مكالمة من علي هيكل بيقول لها إن مولد النبي قرب وعايزينك تغني أغنية دينية في الليلة المحمدية. والأغنية دي كانت أغنية خد بإيدي. شادية اعتبرتها إشارة وفرحت جدا ووافقت على طول. كل ده وشادية كانت لسه معتزلة، لسه مش محجبة. المهم شادية غنت الأغنية، ولما تشوفوها هتحسوا فعلا إن هي كانت بتغنيها من قلبها، وخصوصا لما قالت خد بإيدي. وصفت إحساسها بعد ما غنت الأغنية دي إن عمرها ما حست بسعادة وأمان إلا بعد ما غنت الأغنية. ودي كانت آخر أغنية غنتها شادية، وبعدها راحت حجت ورجعت وهي مقررة إن هي هتغني أغاني دينية بس. اتعرض عليها أغاني كتير بس هي كانت مترددة وحاسة إن هي مش زي الأول ولا بتعرف تحفظ الكلمات، وحاسة إن الكلمات تقيلة ومش قادرة تغنيها. ولما لقت نفسها كده راحت للشيخ الشعراوي وقالت له: أنا بيني وبين نفسي وعدت ربنا إني أغني أغاني دينية عشان أشكره فيها إنه نجحني وسترني، لكن أنا دلوقتي مش قادرة أغني علشان عايزة أتحجب وأعتزل تماما. هل أنا كده يا مولانا بقى تخليت عن وعدي لربنا؟ قال لها: اللي هتعمليه ده أحسن مليون مرة من اللي انت عملتيه، بس انت صممي. وفعلا صممت شادية على الاعتزال والتزمت الحجاب وما ظهرتش على الشاشة لحد ما توفت. وبعد قرارها ده اتفرغت للعبادة للأعمال الخيرية، وعملت مؤسسة شادية للأعمال الخيرية، واتبرعت بشقتها اللي كانت في شارع جامعة الدول لجمعية الدكتور مصطفى محمود. وكان عندها فيلا في الهرم عملتها مسجد ودار أيتام. شادية عاشت حياتها مع والدتها اللي توفت سنة 1993، وما كانش عندها أولاد رغم إن هي اتجوزت 3 مرات، آخرهم من الفنان صلاح ذو الفقار. حملت منه 4 مرات، بس في كل مرة الحمل ما بيكملش وانفصلت منه وما اتجوزتش من بعده تاني. بس كانت بتعتبر ابن أخوها طاهر ابنها، وهي اللي كانت بتربيه. طاهر ده كان أخوها ومدير أعمالها، بس توفى في حادث سنة 1983. أما بقى مصير الشقة ايه دلوقتي، فهي للأسف اتباعت، ولوحة هنا عاش صاحب العمارة رفض اللوحة تتعلق على مدخل العمارة، ومش عارفة ليه بصراحة، مع إن أي حد يفتخر يقول إن الفنانة شادية كانت من سكان العمارة. عموما شادية في قلوبنا كلنا، وأعمالها الخيرية رصيدها في الدنيا اللي هتقابل بيه ربنا في الآخرة.
رحم الله الفنانة الجميلة شادية. وبس كده، دي كانت حكايتنا النهارده من حكاية هنا عاش. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو لايكات كتير وفولو وشير عشان غيركم يستفاد، واستنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، سلام.